يسعد أوقاتكم متابعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تتابعونا. وصفتنا لليوم طريقة تحضير البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. رح نعمل البيتزا قدامكم خطوة بخطوة لحتى تقدروا تعملوها بالبيت، ورح تنجح معكم لو اتبعتوا كل المقادير اللي حطيناها قدامكم. بتمنى تتابعوا الفيديو للآخر، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم إشعار أثناء نشر كل فيديو. ننتقل لقسم المقادير. عنا كيلو ونص طحين، 1 كوب حليب، 1 كوب لبن، نصف كوب زيت، عنا نص معلقة ملح، 2 ملعقة كبيرة سكر، نصف ملعقة بيكنج بودر، ملعقة ونصف خميرة، 4 أكواب ماء دافئ. أول شي رح نحط السكر، بعدها رح نضيف الملح، بعدها رح نضيف البيكنج بودر، ورح نضيف الخميرة. بنحركهم كتير منيح مع بعض. بعد ما يختلطوا كتير منيح مع بعض بنضيف عليهم، منضيف اللبن، نرجع منضيف الزيت، ومنضيف الحليب. بنحركهم كتير منيح. نرجع منضيف عليهم المي تدريجيا لحتى تصير عنا العجينة كتير ناعمة وملسة. طبعا كل ما عجنتوها منيح كل ما طلعت عنا النتيجة أروع وأفضل. بعد ما انتهينا من عجن المكونات مع بعض، ندهن حراف العجينة بالزيت لحتى ما تعلق بالإيدين. وهلأ منغطيها ومنتركها بمحل دافي لحتى تختمر عنا مدة ساعة تقريبا. بينما تختمر العجينة رح نحضر صوص الطماطم. أول شي رح نحط 5 ملاعق كبيرة زيت الزيتون، رح نحط كمان 5 حبات توم وبصل رح نفرمها كتير ناعم ونحطها على النار. بعد ما يستوي عنا البصل رح نضيف عليهم 600 غرام عصير الطماطم، رح نضيف عليهم ملعقة كبيرة دبس البندورة، بالإضافة لملعقة كبيرة من الكاتشب الحار. نرجع منضيف عليهم البهارات مثل الفلفل والملح وفليفلة يابسة، وبنتركها على النار لحتى تتعقد كتير منيح وتنشف كل ميتها، وبنحطها على جنب لحتى تبرد. وبعد ما اختمرت عنا العجينة راح تصير عنا بهذا الشكل. بنقسمها ل4 أقسام. طبعا بندهن ايدينا بالزيت النباتي لحتى ما تعلق بايدينا. ندهن الصواني بالزيت النباتي ونحط لهم عليهم رشة طحين لحتى ما تعلق فيها البيتزا. وهلأ بنمد البيتزا، بنمد عجينة البيتزا بواسطة الشوبك ونحط فوقها وتحتها الطحين مشان لا تعلق. بنمدها على شكل دائرة. وهلأ بنحطها بالصينية وبنساوي لحرف عجينة البيتزا حرف حتى تطلع عنا شكلها مثل الجاهز. نعمل هاد الحرف بواسطة اليد. انتبهوا كيف رح يطلع شكلها وقت الشوي كتير حلو. هلأ بعد ما انتهينا من تشكيل الحرف، نستخدم الشوكي لحتى ننقب منتصف العجينة
بواسطة الشوكة لحتى ما تنفش عنا وتخرب عنا المنظر، لحتى تطلع عنا بيتزا ناجحة ومثل الجاهزة. هلا بعد ما انتهينا رح نزين البيتزا بواسطة صلصة طماطم، رح نزينها كمان بالمرتديلا بالإضافة لجبنة الأشقوان، وعنا هون كمان الذرة، وبالإضافة للزيتون. طبعا التزيين حسب الرغبة، فيكم تستخدموا أي شي. رح نحط أول شي صلصة طماطم ونمدها على كل البيتزا. بعدها راح نحط جبنة الأشقوان، تعطيها الجبنة منظر كتير حلو، لأني راح تدوب معنا فوق البيتزا أثناء الشوي طبعا. راح نحط هلأ قطع المرتديلا. طبعا فيكم تستخدموا أي شي لتزيين البيتزا. راح نحط هلأ الزيتون. راح نحط الذرة. بعد ما انتهينا من تزيين البيتزا راح ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية مدة نصف ساعة تقريبا. وهلأ راح نحضر مع بعض فطائر الميني بيتزا. طريقة سهلة وبسيطة جدا، تابعوا الفيديو للآخر. طبعا اللي ما اشترك بالقناة بتمنى يشترك بالقناة، يفعل زر الجرس. أول شي راح نقسم العجينة لقطع كتير صغيرة. راح نصفها بالصينية، طبعا الصينية بيكون مدهونة بالزيت. بواسطة اليد راح نفرد العجينة بشكل بسيط. راح نخلي أطرافها حرف لحتى يعطيها منظر كتير حلو. هلأ راح نزينها حسب الرغبة. طبعا ما راح ننسى انه ننقب منتصف العجينة بواسطة الشوكة لحتى ما ينخرب عنا المنظر، تطلع عنا منظرها كتير حلو. راح نزينها هلأ حسب الرغبة، فيكن تستخدموا اي شي للتزيين.